ازيك يا نوح؟ كان نفسي اقول لك اتفضل، بس على ما جيت اقولها لك لقيتك وصلت لنص الصاله. خير يا معلم، في حاجه؟ جريالة، هو لازم يبقى في حاجة علشان اجي ادخل شقتي؟ الا مش كل ده ملكي برضه ولا ايه؟ اه طبعا ملك. امال نوح ما يقصدش يا معلم، ده بيتك وتيجي في اي وقت. وانت كمان دبش يا نوح، ايه اللي لقيتك في وسط الصاله؟ حقك عليا يا جوز اختي، ربنا يخليك لينا. عموما انا مش جاي لك انت، انا جاي للبت وعد. اوامر يا معلم، في ايه؟ بقول لك ايه، انت مش كنتي قلتي لي قبل كده ان زينب مرات عفيف ابو العباس كانت صاحبتك ايام المدرسه؟ اه كنا اصحاب. انا عاوزك ترجعي الصحوبيه دي على الاخر، وانسي بقى اللي ما بين اعتماد ونفع الدباغ، ما يخصناش احنا شغل النسوان ده. زينب تبقى صاحبتك. حاضر. انت عارف ياض يا نوح، انا كل ما ببص لك انت ووعد واقفين جنب بعض كده بفتكر اغنيه الغراب يا واقعه سودا جوزوه احلى يا ماما. حاجه تضحك والله. انا عمري ما حبيت الجدع ده، واطي وهيفضل طول عمره واطي، ملعون ابو دي دنيا اللي علته علينا. ما تسخنش يا اخويا كده، ده الجباس لولا يا حبيبي ما نلاقيش ناكل. هو اللي بيصرف علينا كلنا، وانت وابوك الله اكبر عليكم في الشغل مواكيس. ما تحترمي نفسك يا بت، مين دول اللي مواكيس؟ حقك عليا، انت وابوك ناجحين وشطار ومكسرين الدنيا.